بسم الله الرحمن الرحيم. ليكن رمضان فرصة لك ودورة تدريبية في الابتعاد عن المعاصي وعما يغضب الله، وأيضا تدبر معاني القرآن الكريم، وليكن لك ورد يومي تقرأه بتمعن وتدبر. وإياك أن تكون في من جعل نهار رمضان نوما وغفلة، واحرص على أن تملأ نهارك بالذكر وتلاوة القرآن، وليلك بالصلاة والقيام. وأوصيك بكثرة الإنفاق في رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، كان كالريح المرسلة. في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان.